السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وأنتم بخير، وعام سعيد عليكم أجمعين يا رب العالمين، ويا رب يكون سنة سعيدة علينا يا رب بالخير أجمعين يا رب العالمين. طبعا هنسمي الله وهنصلي على الرسول وهنخش كده مع بعض على الطريقة على طول زي ما شفتوا في أول فيديو. هنعمل مع بعض كده حاجة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت بسيطة وحاجة زي ما شفتها في الأول كده، يعني ايه، على قد الإيد زي ما بيقولوا. طبعا زي ما انتم شايفين كنت بوريكم طبعا المقادير بتاعتنا. معايا بيضتين، معايا معلقتين من نشا الذرة، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، كوبايتين دقيق، وطبعا معلقة من السمنة، وعليها ربع كوباية من الزيت، وكوباية مية. طبعا انا هعمل الكيك دلوقتي، انا كنت هعمله من غير بيض، بس حبيت ان انا احط له بيض طالما البيض عندي بصراحة، فحطيت بيضتين. هنا كانت المية دافية، ونزلت عليها كده بكوباية من السكر، بنفس معيار كوباية الدقيق اللي احنا هنحطها اهو. وهنقلب كده، هنعملها كده من غير ما خلاط ولا عجان ولا مضرب كهربائي، هنشتغل كده على ايدينا كده، وان شاء الله نعمل احسن حاجة. هقلب كده لحد ما السكر يدوب معايا خالص، وبعد كده هنزل بالبيضتين. طبعا زي ما قلت، لما بنعمل كيك او بنعمل اي حاجة فيها بيض، بنطلع البيض قبليها ب10 دقايق كده من التلاجة، بيبقى بحرارة المطبخ. وهنزل كده بالايه، بالكيس بفانيليا معايا كده على البيض زي ما شفتوا اهو بالشكل ده. نزلت بظرف من الفانيليا، وهقلب البيض مع الفانيليا مع السكر مع المية اللي حطيناها. لو حابة تضيفي حليب مفيش مشكلة، بس انا عملته بصراحة اقتصادي، مكنتش هحط بصراحة بيض، بس زي ما قلت لكم كان عندي فحطيت. وحطيت معلقة من الزبدة وربع كوباية من الزيت. وطبعا لو حابة تعمليها بزيت بس برضو مفيش مشكلة، حابة تعمليها بسمنة بس دي برضو كل واحد على حسب رغبته. في الحالتين انا بعمل الكيكة كده وكده، وبتطلع معايا بمنتهى الجمال، مفيش اي مشاكل فيها. هقلب كده زي ما شفتوا اهو بالشكل ده. اهم حاجة ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي، وبحبكم في الله جدا جدا. طبعا هنزل كده باول كوباية، وهندخل الدقيق طبعا، وهنزل بالكوباية التانية. هم دول كوبايتين من الدقيق، كوباية 200 جرام. وزي ما قلت كوباية السكر بنفس معيار كوباية الدقيق. وهنزل بكيس كده من بيكنج باودر اهو بالشكل ده، برضو هنخله كده. وهنحط طبعا المعلقتين النشا الذرة، بصراحة جميلة جدا، بحبها جدا بصراحة في الكيكات بتبقى حلوة. وحطت طبعا رشة صغيرة من سهاز ذرة الملح. قلبت كل المكونات طبعا. معلش الحتة دي كانت الكاميرا اتقفلت وانا معرفش، معلش ما زي ما شفتوا كده قلبتها. وهنزل ايه، بمعلقة كده من الكاكاو الأسباني الخام. طبعا يعني الأفضل إن يبقى نوع كاكاو يعني يكون حلو عشان ما تكتريش منه قوي. وحطيت معلقة صغيرة من الخل. طبعا كنت المفروض أحط الخل قبل ما أحط الكاكاو، بس أنا نسيت بصراحة الخل، فافتكرته وأنا بقلب بقى رحت حطاه. تحسوا ان هو كمان فتح معايا لون الكاكاو، لون الكيك معايا شوية. فانا هحط ايه، معلقة تاني صغيرة من الكاكاو الخام الأسباني. زي ما انتوا شايفينه كده هو خام خالص، يعني ما شاء الله كاكاو نوع حلو قوي. فكنت بنخله كده برضو عشان بيبقى فيه ايه، تكتلات كده شوية بسيطة كده، فطبعا لازم ننخله بالشكل ده. وهقلب بالشكل ده كده. الكيك معانا خلص. طبعا الفرن كنت مشغلاه على حرارة 180 من تحت، وقبليها ب10 دقايق زي ما قلنا بنشغل الفرن عشان تخش على فرن ساخن اهو بالشكل ده. هجيب بقى الصاج، هدهن الصاج كده طبعا. الصاج ده بصراحة يعني مش عارفة مقاسه بالظبط ايه، بس يعني ايه، كان ما شاء الله حلو. دهنته كده زي ما انتم شايفين اهو بمادة كده من الزيت. واحط طبعا شوية رشة من الدقيق كده برضو فيه. مش محتاج ولا ورق زبدة ولا اي حاجة، احنا بنعمله بعمل كده على طول. مش شرط ان احنا نحط ورق زبدة اهو بالشكل ده. بدرتها كده بالدقيق زي ما انتم شايفين. وهصب بقى الخليط بتاع الكيك معانا اللي احنا عملناه اهو، وهندخله في الفرن. بصوا الخليط قوامه عامل ازاي، لا هو طري قوي ولا هو ايه ناشف، او منحاولش ان احنا ننشفه عشان ما تشققش مننا.
وما تطرهاش قوي برضه عشان ما تبقاش طريه قوي منك وتبقى طبقه رقيقه جدا في الفرن. اهو هسوي الصينيه بتاعتي وهبدا كده، هبدا كده ان احنا نطلع منها بس ايه لو كده بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت ان انا مشغله الفرن على حرارة 180 من تحت، وهحطها وهنشتغل بقى في ايه، هنعمل الكريم شانتيه. كانت حاجه بصراحه ما اكدبش عليكم، حاجه سهله يعني، وحاجه على قد ايدي عملتها لعيالي وفرحت عيالي بيها بدل ما اشتريها بصراحه من الغالي. كلها حاجات برضو ما كلفتنيش كتير زي ما هشتريها من بره بصراحه. حطيت كوبايه من الكريم الشانتيه الخام، وحطيت كوبايه حليب متلجه، وربع كوبايه من كريمه البسري. طبعا ما حطيتش سكر لان كريمه البسري بتبقى مسكره، وعايزه اقول لكم هي بتبقى يعني بتبقى مصفرة شوية، بس بعد كده بصراحة بتفتح يعني لونها بيفتح، وبصراحة بتبقى جميلة قوي، وبتخلي كريم شانتيه بصراحة بيبقى متماسك كده، وبتديله قوام حلو قوي وطعم كمان جميل جدا. بصراحة بحب بصراحة اضيفها مع الكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين اهو، بصوا ما شاء الله الكوباية والربع كوباية عملوا ما شاء الله معانا كمية حلوة ايه. ضربناهم زي ما شفتوا كده في العجان، ما عندكيش عجان ممكن تضربيه بالمضرب، ممكن بالمضرب اليدوي، فعلى حسب امكانياتك. زي ما قلت ان انا عاملاه اقتصادي جدا. حطيت معلقه برضو من الكاكاو اهو عليها، هديها لون كده كأننا حاطين عليها بالظبط شوكولاته هي، بس انا حطيت بقى كاكاو زي ما قلت لكم، انا عاملاه اقتصادي على قد ايدينا. طبعا كان الكيك بيرد خالص وطلع معايا من الفرن. انا كنت هعمله الصاج كامل كله، بس عيالي بصراحه قالوا لي لا يا ماما احنا عايزين من جواه كريمه. يعني انا كنت على فكرتي ان انا هعمله بصراحه كله كده، يعني هعمله كله الصاج كله كده زي ما هو. يعني انا كنت هعمله جاتوه اللي هو جاتوه الصاج، لكن عيالي قالوا لي لا. طبعا كان طري جدا، عايزه اقول لكم كنت بشيله بالعافيه بصراحه. طبعا جبت الصاج قلبته كده، وبصراحه هشتغل عليه. حطيت الكيك وهحط بقى الكريمه. لو كنت بصراحه عملته زي ما هو في الصاج كان هيديني كميه اكبر واكتر، وبصراحه ربنا يعني كان هيبقى برضو في منتهى الجمال. بس بصراحه عيالي يعني ايه، قالوا لي لا احنا عايزين كريمه جواها، يعني عايزين الكريمه جوه يعني جاتو، يعني زي جاتو اللي ايه طبقتين فوق بعض. اه حطيت كريمه. طبعا بنحط كريمه يعني بتحطي في النص كده شويه يعني من الكريمه كده شويه يكونوا محترمين كويسين كده عشان يبانوا في النص. وحطيت الطبقه التانية طبعا قطعتهم بالنص كده بالظبط. انا زي ما شفتوا بالنظر كده، خدت ما قستش ولا عملت اي حاجه، بالنظر كده قطعتهم الاتنين قد بعض وجوم على قد بعض بالظبط. وهحط بقيه الكريمه على الوش كده اهو. ما حدش بقى يعيب عليا ويتريق عليا، انا صراحة مش محترفة في الجاتوهات والحاجات دي. فطبعا في ناس اللهم بارك ربنا يا رب يزيدهم كمان وكمان يا رب، ما شاء الله عليهم. يعني هي دي شغلتهم وخبرتهم، وعندهم خبرة احسن مني بمليون مرة بصراحة. طبعا هعمل هنا ايه جلانش الشوكولاتة، بس يعني هعمله برضو يعني زي ما شفتوا كده بمقادير بسيطة جدا، وهعمله بطريقة يعني اقتصادية. حطيت شوكولاتة خام، وحطيت معلقة من الكاكاو وشوية زيت وكوباية من الحليب، وحطيتهم على النار لحد ما فكوا زي ما شفتوا كده. طبعا كان بارد شوية، ورحت نازلة على ايه، على الكريمة. بس طبعا عايزة اقول لكم ان انا كنت حطاه في التلاجة جمدت شوية، وبعد كده حطيت عليها ايه الجنش بتاع الشوكولاتة زي ما شفتوا كده. وطبعا بعد ما برد معايا اهو هنسوي الاحراف والجناب بالشكل ده. طبعا الاحراف دي ما تترميش، يعني ما شاء الله في ناس ورانا ما شاء الله ياكلوا الزلط. فبالشكل ده زي ما شفتوا ما بنرموهمش، طبعا بيتاكلوا. هقطع كده زي ما انتوا شفتوا، هساوي كده زي ما قلت يا جماعه محدش عيب علينا، احنا بنعمل على قدنا معلش. يعني انا ماليش في الجاتوهات أوي بصراحه، بس طبعا لما بيطلب مننا اي حاجه فلازم نعملها، معلش بقى على قد ايدينا عملنا. قطعت كده. على فكره انا لو كنت يعني خليت حجمها مش عريض شويه صغيره شويه كانت هتعمل معايا 12 قطعه. بس انا بصراحه يعني خليتها ايه عريضه شويه ما شاء الله زي ما شفتوها معايا، وكانت في منتهى الجمال. بقطع طبعا كده، وبنمسح السكينه بعد كل تقطيع بميه سخنه وفوطه كده تمسحيها عشان ايه، وتروحي سحبه ايدك على طول عشان ما تبهدلش الدنيا معاك. زي ما قلت احنا حطيناه جامد شويه، واستنيت طبعا لما الشوكولاته تماسكت فيها وكل حاجه تماسكت كده عشان نقطعها. همسح برضو السكينه بنفس الطريقه، وهقطع ايه، قطعتها كده 5، وهاجي بقى في النص اقطعها لحد الاخر. هتعمل معايا ما شاء الله 10 قطع. وعايزه اقول لكم الاحراف اللي احنا قطعناها دي بسم الله ما شاء الله عملت معانا يجي
يجي ما شاء الله تعمل يجي 3 كاسات أو كوبايات كده بالجاتوه. خلصت كده طبعا خليت معلقة كده من الكريمة هنزوق بيها نعمل بيها ايه روزيتات كده صغيرة، معلش برضو انا زي ما قلت لكم مش قوي يعني الصراحة. طبعا حطينا بقى كريز ده جاتوه لازم نفرحهم كده ونزوق لهم الدنيا ونحتفل طبعا بالسنة الجديدة ان شاء الله تكون سنة سعيدة. والسنة اللي فاتت من عمرنا دي مشيت طبعا بأوجاعها بتعبها بكل مشاكلها، ويعود عليكم بسنة جديدة بالخير يا رب. واللي ربنا ما أرادلهوش بشيء يحققه في السنة اللي فاتت إن شاء الله يحققه في السنة دي يا رب، ويكون سعيدة عليكم يا رب. طبعا كنت بوريكم بصوا، طبعا كان عندي شوكولاتة صغننة كده زوقت بيها ما شاء الله، كان شكله جميل أوي وكان طعمه أحلى بأمانة يعني، كان جميل أوي. بحبكم في الله جدا جدا، وأحب طبعا تعليقاتكم جميلة، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل كل جديد من أنا وبناتي. وعايزين أنا وبناتي تكبر بيكوا عشان أنا بحبكم في الله جدا. طبعا كنت بدوق معاكم جاتوه كان جميل جدا بسيط وسهل وسريع، وفي نفس الوقت يعني فرحنا بيه عيالنا ما عشان ما يصغروش لحد ولا لأي حاجة، نعمل حاجة على قدنا مش شرط ان احنا نعملها يعني زي اللي بتتباع بالظبط، احنا بنعمل لعيالنا مش بنبيعها. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سنة سعيدة عليكم على الدنيا كلها يا رب بالخير، ويكون الجاي أحلى. كل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له ويديها له يا رب. اللي نفسه في المال يديله، اللي نفسه في الأولاد يديله، اللي نفسه في وظيفة يديله، اللي في نفسه في أي شيء ربنا يكتبه له بقى. ألف